السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناتي المتواضعة يوميات ست اخوات. احنا النهاردة في منطقة جديدة على البحر، نستمتعوا بالمناظر الجميلة اللي انتوا شايفينها دي والهدوء. ولو عايز تركب مركب، احنا في هنا منطقة التجمع بتاعت المراكب اهي، في منطقة الأنفوشي غرب اسكندرية. لو انت من برا اسكندرية هتركب من محطة مصر المشاريع اللي هي رايحة على بحري. لو معاك عربية اطلع على البحر وخد الطريق لآخره، هتلاقي نفسك في المكان ده بعد المرسي أبو العباس. منطقة الأنفوشي من المناطق الهادية الجميلة، واللي كتير من الناس يعني ما بيهملوا ان هم يروحوا يقضوا يوم جميل هناك. الطريق اهوت بتاع قلعة قايتباي، على ايدك اليمين هتلاقي متحف الأحياء المائية والأحياء المائية، وعلى الرصيف دوت أو الممشى ده هتلاقي بياعين التحف والهدايا، بس كانوا لسه مفرشوش لأن احنا كنا لسه بدري. المكان ده بينشط من بعد العصر كده، تلاقيهم بدأوا يفرشوا هدايا جميلة اهيت وتحف وحاجات تهدي بيها أصحابك وتبقى ذكرى لليوم الجميل دوت. والأسعار طبعا مش مغالى فيها ولا حاجة، ما تخافش، كلها حاجات جميلة هي هتفكرك باليوم دوت. هتيجي هنا هتستمتع بهوا البحر الجميل والمناظر الطبيعية الجميلة ديت، اللون الجميل بتاع البحر ده. هنا عاملين مصدات اهيت عشان طبعا عملية النحر اللي هي بتاكل في الشاطئ، مصدات كتيرة اهي. عايزة اقول لكم خلوا بالكم من الطحالب الخضراء اللي هي بتبقى بتتكون على الصخور ديت، لانها بتبقى ناعمة جدا وممكن تاخدك تزحلقك، يعني انت ما تقفش عليها اصلا. ابعد عن الحتت اللي هي بتبقى فيها طحالب، دي نصيحة يعني. حتى لو كنت ماهر واخد بالك من نفسك، لا ملهاش كبير. هنيجي هنا بقى نروحوا على اللسان بتاع، بصوا هنا الكوبري الجديد عاملينه على نظام كوبري ستانلي، بس هو مش نفس الشكل طبعا لأن الأبراج بتاعته معمولة على شكل أبراج القلعة. القلعة طبعا مبنية في عهد الأشرف قايتباي. الأشرف قايتباي كان في دولة المماليك. هنا الممشى عاملين نفس أو الكوبري عاملين نفس الأبراج، 2 في الأول و2 في الآخر. والقلعة برضو لها نفس الأبراج ديت، 4 أبراج على كل زاوية من المربع بتاعها برج. هنا المنطقة الجميلة ديت عملوا طبعا حوالين القلعة مصدات وعشان يعني يحافظوا عليها من المية. هنا هتلاقي الناحية دي فيها الأحياء المائية ومتحف الأحياء المائية. قلعة قايتباي طبعا كانت مبنية على البحر عشان تصد الأعداء. طبعا الجزء دوت كان مكانه منارة الإسكندرية. المنارة كانت من عجائب الدنيا السبعة، واتهدت أو اتدمرت في زلزال. هنا الكوبري اهو واضح هنا من الجزء ده. بس لسه قافلينه، ما فتحوهوش لأنهم لسه ما كملوش بقية البناء يعني. اهو هنا عاملين مصدات كده وممشى طوالي كده هيلف. بكرة ما يكملوه يعني هنعرفهم بقى الشكل النهائي بتاعه. هنا بقى المكان اللي عايز يركب مركب انت وشطارتك بقى مع المراكبي، هو هيقولك مبلغ وانت هتفاصل معاه. ولو انت كريم ومش عايز تفاصل يبقى افضل، لان طبعا دي ناس بتاكل عيش وفاتحة بيوت وكده، فما نجيش عليها يعني، ودي بتبقى فسحة طبعا
اهو انت وشطارتك معاه، ملهاش سعر محدد. تاخد اولادك كده وتركبهم على في المركب، وتمشوا بقى تتفسحوا في قلب البحر. وتبصوا بقى على المناظر الجميلة ديت، تستمتعوا بالهواء النظيف. مش هتندموا أبدا لو رحتوا منطقة بحري اللي عند القلعة. حتة جميلة وهادية، وبالليل بقى بتبقى جميلة جدا. لو انت عايز تخش القلعة من جوه يبقى لازم تيجي من الساعة 8، أو يعني من 8 لغاية قبل 5 لأنهم بيقفلوا 5، يعني من قبل 5 ما بيدخلوش حد عشان يقدروا يطلعوا الناس اللي جوه. سعر التذكرة في القلعة 60 جنيه للكبير، للمصري يعني. أما للطلبة سعر التذكرة 30 جنيه. زي ما قلت لكم، اللي عايز يخش القلعة من جوه يبقى لازم يجي بدري. هنا مناظر جميلة أوي، اللي عايز يتصور ممكن تتصور من بره. مناظر طبيعية جميلة جدا للصور. عايز تخش جوه القلعة وتطلع من فوق وتتصور هتبقى أجمل وأجمل. وجوه القلعة من نفسها من جوه فيه مناظر جميلة. زي ما قلت لكم، القلعة دي كانت مبنية للدفاع عن مصر من الأعداء. اتبنت في عصر المماليك، وهم كانوا طبعا مهددين من الدولة العثمانية، فبنوا البناء دوت للدفاع عنها. انتوا عارفين اللي كان العدو كان دايما بيجيلنا من جهة البحر، فكانت القلعة طبعا مبنية على البحر. مكان منارة الإسكندرية. تحت القلعة ديت صخرة كبيرة جدا اللي هي كانت جزيرة فاروس مبنية عليها. كانت زمان بقى الأمواج كانت بتخبط في أسوار القلعة، فكانت طبعا بتتعرض للخطر، كان دايما بيتهدم منها أجزاء. وفي الاحتلال الإنجليزي لما دخل مصر برضو دخل عن طريق البحر وهدم أغلبية القلعة. لكن بقى في بداية القرن العشرين بدأوا يعني 1900 وحاجة يعني بدأوا يرمموها، وهي اترممت أكتر من مرة بعد كده عشان تفضل المنظر ده بتاعها. يعني هي طبعا أيام الاحتلال الإنجليزي كانت اتدمرت، وبقى المعالم بتاعتها طبعا اتدمرت خالص. لكن بعد كده أما بنوها رجعوها للمنظر بتاعها اللي انتوا شايفينه ده. وكانت مترممة برضو أيام مبارك الله يرحمه سنة 1985 كانوا مرممينها برضو. دي أنا حضرتها دي بقى. هنا مناظر طبيعية جميلة وممشى جميل وريحة البحر بقى ما أقولكمش، والهوا بتاع بالليل بتبقى جميلة جدا. والحتة دي بتبقى مليانة ناس، وهي بتنشط بقى من بعد العصر كده، يبدأوا الناس يجوا بقى لما الشمس تبدأ تهدى كده، بتبقى منظر جميل جدا. واللي عايز يروح بدري ويقعد كده برضو يستمتع بمنظر البحر أو يصطاد برضو هتبقى جميلة جدا، زي الراجل اللي قاعد دوت والناس ديت اللي بتصطاد ديت. الله الله. وناس تانية راكبة مركب اهي. يعني انت لو رحت كده وخدت النهار من اوله مش هتندم ابدا، هتبقى كل حاجة حواليك. عايز مطاعم مشهورة، عايز اكلات من مطاعم برضو مشهورة هتلاقيهم حواليك. بلاش ذكر اسامي، يعني كلكم عارفين الاماكن اللي هناك بتبقى مشهورة جدا، كلكم يعني بترددوا اساميهم يعني. القلعة هي احنا مش هنخش من جواها، بس اللي عايزني نخش ونصورها له يقول لي، وانا هنخش نصورها لكم حتة حتة من جوه واوريها لكم. اللي عايز يتفرج كده على القلعة من جوه يقول لي وانا هنصورها له. انا صورت لكم النهارده من بره عشان الفيديو ما يطولش عليكم. لكن لو عايزيني
نصور من جوه ونصورها لكم. القلعة ليها سور من بره وسور برضو من جوه، والمبنى بتاعها في النص سكنات للعساكر وأماكن للأسلحة، وطبعا الفتحات الصغيرة اللي انتوا شايفينها ديت اللي كانوا بيمدوا منها البنادق والمدافع والحاجات ديت عشان تبقى الجندي يبقى شايف العدو والعدو مبيبقاش شايفه. طبعا هي السور بتاعها 4 أمتار. كان زمان طبعا بالنسبة للأسلحة القديمة كانت دي يعني ارتفاع شاهق ما يطولهوش العدو يعني، لكن حاليا طبعا هي تعتبر من التاريخ من التراث، اللي ما بتستخدمش بقى في الحرب، لأن دلوقتي الأسلحة اتغيرت طبعا، وبقى في طيران وصواريخ، وممكن دولة تحارب دولة وهي في مكانها ما تروح لهاش. فدلوقتي طبعا الدنيا اتغيرت خالص. ده باب من أبواب القلعة اهو. زي ما قلت لكم عاملين حواليها زي مصدات وحواجز يعني عشان تحميها من أمواج البحر، لأنها كان الأول الموج كان بيخبط فيها كده على طول مباشرة يعني. دلوقتي طبعا عملوا لها حماية كتير وعرضوا الأماكن حواليها، وحتى الممشى ده عرضوه. كل حاجة بقت اتغيرت خالص عن الأول لما كنا صغيرين. هنا بقى اللي تخش هنا المكان اللي هو بتاع قطع التذاكر، زي ما قلت لكم تروح لهم زي ما عدا المتاحف العادية اللي احنا حافظين لغاية الساعة 5. ولازم تروح بدري طبعا عشان تعرف تتفرج وتاخد راحتك في المكان. مش هتروح الساعة 4 عشان بعد ربع ساعة ولا نص ساعة يقولك اطلع. لازم تروح بدري عشان تاخد وقتك كله في قلب المكان. يلا يا رب تكون الجولة عجبتكم، ولو عايزيني أصورها لكم من جوه أخش أصورها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.